أهلا وسهلا الغزالات ديالي، يا أحلى متتبعات. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. أول حاجة كنقول لكم عواشركم مبروك، تدخل عليكم بالصحيحة وبالسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله يا ربي. كيف ما ديما هاد العام إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفات ديال رمضان أكيد. شي حاجة اللي هي اقتصادية بعجينة وحدة غادي نخرج لكم منها المالح والحلو. غادي ندير لكم تحلية، غندير لكم عصير اللي هو ساهل ومنعش، وفي نفس الوقت غادي ندير لكم العشاء. المهم شي حويجات اللي غادي يكونوا بساطين ولكن راقيين في الشكل ديالهم، ما كياخدوش وقت كتير، يعني ما كيطلبوش انك تبقاي نهار كامل في الكوزينه. غير عافاك شجعيني بلي لايك ديالك وبالتعاليق ديالك وندوزو على بركه الله. اول حاجه كما ديما كنبداو بالتحليه هي الاولى. هنا غادي ندير لكم مهلبيه على الطريقه ديالي، غادي نسمها بالحامض لعشاق الحامض اولا الليمون الحامض. هنا عندي واحد نص لتر ديال الحليب، زدت عليه 2 معالق ونص ديال نشا الذره اولا مايزينا، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، وساشي ديال الفاني، وغادي نحك عليها قشره حامضه. هنا الا ما كنتوش كتبغيو الحامض اولا ما كانش متوفر عندكم كتزيدوا ماء الزهر، لان هي الوصفه الاصليه كيكون فيها المذاق ديال ماء الزهر. انا قلت غادي نسمها بالحامض اولا الليمون الحامض. ضفت عليها حتى عصير ديال نص حامضه وصافي. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان بالفوي باش ما كيتكتلش ليا. كنديرو فوق النار كنخليه هكا على نار اللي كتكون مهيله حتى كنحسو به بدا كيعقد كيولي على هذا الشكل هذا. مباشره كنشدوه وكنكبوه في الكؤوس بحال هاد الطريقه هادي. المهم انا كنبدا معكم المراحل كما انا كنصايبها باش هكا. المهم كنبدا معكم ايطاب باغ ايطاب باش ما تلفوش معايا وصافي. هنا غادي ندوز باش نصايب واحد الحشوه، لانني غادي ندير عجينه وحده انا كنسميها العجين السحري. غادي نخرج منها المالح والحلو. بالنسبه للحشوه اللي غتكون مالحه سبقتها هي الاولى باش هكا كتبرد على خاطرها. عندي بصله اللي شلطتها، فلفله حمراء وفلفله خضراء اللي قطعتهم مربعات، زدت عليهم شويه ديال الملحه وخليتهم كيتشحروا مع شويه ديال الزيت. من بعد زدت عليهم تقريبا واحد 200 غرام ديال لاداند اللي قطعته طريفات يكونوا صغيورين، حاولوا تقطعوهم طريفات صغار. نسمت بشويه ديال البزار، شويه ديال الثوم بودغ وشويه ديال البصله بودغ، وغادي نضيف معلقه ديال المعدنوس. هنا الا ما كانش عندكم الثوم بودغ كتعوضوه بالثومه اللي كتكون عاديه كتحكوها. هنا تقدروا ديروا اي حاجه في الحشوه، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انايا. بالنسبه للعجين كنحتاجوا فيها نص كيلو ديال الدقيق الفورص، زدت عليه معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الحليب بودر اولا نيدو. ممكن تعوضوهم بنص كاس ديال الحليب اولا ممكن تعوضوهم بياغورت اللي كيكون هكا طبيعي، يعني يكون بلا سكر وما يكون فيه حتى شي مذاق. ضفت عاوتاني 2 معالق ديال الزيت اللي كتكون عاديه ومعلقه ديال الزبده. انا درت غير الزبده العاديه صافي. وغادي نجمع الخليط ديالي بالماء اللي كيكون دافي. هاد العجينه البنات راه كتجي زوينه بزاف، كما قلت لكم انا مسمياها العجين السحري. غادي نصايب معكم ان شاء الله بها بزاف ديال الوصفات اللي اكيد غادي يعجبوكم. شي حاجه اللي هي اقتصاديه بزاف بزاف. هنا كما شفتوا معايا من بعد ما جمعت العجينه القوام ديالها كيكون بحال هكا، يعني ما كتكونش قاصحه. كندلكوها غير واحد شويه، ما كندلكوهاش بزاف، غير واحد شويه صافي. وغادي نقسم العجينه ديالي على جوج كما شفتوا. غادي نحتاج جوج ديال لي بول اولا جوج ديال الاناءات اللي غادي ندهن فيهم شويه ديال الزيت. وغادي ناخذ كل وحده وغادي نحطها، غادي نغطيهم بالسلوفان وغادي نخليهم حتى يختمروا يتضاعف الحجم ديالهم. انا خليتهم تقريبا المده ديال نص ساعه. المهم من بعد ما غادي دوز نص ساعه غادي نرجع معكم. هنا البنات من بعد ما دازت ليا نص ساعه غادي ندوز معكم باول عجينه اللي هي غادي تكون بالحشوه اللي هي مالحه. كما شفتوا راه كيتضاعف الحجم ديالها. كناخدها وكنحاول نشكلها على شكل كرات. هادو غادي نديرهم على شكل باكيطات اللي غادي نعمرهم بالحشوه اللي هي مالحه. تيقوني البنات كيجيو غزالين لذاذين. هنا من بعد ما درتهم على شكل كرات غطيتهم باش هكا المهم يرتاحوا واحد شويه تقريبا غير 5 دقائق صافي. وكتبداو تخدموا بالعجينه ديالكم. هنا كنستعين غير بشويه ديال الزيت باش هكا ما كتلصقش ليا العجينه. ما ديروش الدقيق باش ما تقصحش لكم العجينه، ديروا غير شويه ديال الزيت صافي. وكتسرحوها بهذه الطريقه هذه، كتسرحوها بالدلاك على شكل اللي هو طولي، يعني كتكون واخده في الطول اكثر ما كتكون واخده في العرض. كنديروا فيها الحشوه في الوسط وكنديروا من الفوق الفرomاج موتزاريلا.
هنا تقدروا ديروا داك الفرomاج تخلطوه مع الحشوة أولا ديروا كيما درت أنايا، كديروه من الفوق. هنا تقدروا ديروا الفرomاج ديال الساندويتش أولا ديروا الفرomاج الأحمر أولا تخلطوا هكا الأنواع ديال الفرomاج أولا لا ما بغيتوش كاع نتوما ديروا الفرomاج ما ديروهش كاع، تقدروا غير الحشوة من بعد ما طيبوها كتزيدوا ليها 2 قطع ديال الجبن أولا كتزيدوا ليها معلقة كبيرة ديال لا مايونيز باش كتجيكم حشوة اللي هي معلكة. المهم أنا عطيتكم جميع التفاصيل. صافي هنا البنات كيما شفتوا الطريقة أنا قربت لكم الكاميرا، كديروا الحشوة في الوسط، كديروا فوق منها شوية ديال الفرomاج وكتحاولوا تسدوها، ضغطوا عليها مزيان باش ما تسحلش ليكم منين كتكون كطيب، وكتجي على هاد الشكل هذا. المهم من بعد كناخدوها مباشرة، يعني ما كنخليوها لا تتخمر لا حتى شي حاجة، كتخمر غير في المرة الأولى. هنا خديت واحد البيضة كاملة، زدت عليها شوية ديال القهوة سريعة الذوبان باش كتعطيني داك اللون اللي كيكون محمر، وزدت عليها شوية ديال الخل باش كتهرس ليا ديك الزفورية ديال البيض. صافي دهنت بها هاد لي باغيت هادو، وهنا كنرش عليهم تقدروا ترشوا أي حاجة بغيتو. أنا هنا درت البافو، تقدروا ديروا مثلًا الزنجلان العادي أولا الزنجلان الأبيض أولا اللي بغيتو نتومايا. صافي دخلتها للفرن كطيب، كنشعلوا عليه من التحت على درجة حرارة 180 حتى كنحسوا بها بدات كطيب، وعاد كنشعلوا عليها الفوق باش كتحمر. هنا البنات بالنسبة للعجينة اللي بقات ليا شديتها سرّحتها بهاد الطريقة هادي، يعني على شكل اللي هو مستطيل أولا مربع اللي بغيتو، حاولوا ترشوا عليها شوية ديال الدقيق باش ما تلصقش ليكم. هنا بالنسبة للعمارة لأن هادي غتكون حلوة، عمرتها من الوسط بلا كريم باتيسير، أنا غادي ندير شناك. هاد الشناك البنات تيقوني جاو غزالين بزاف، نتمنى أنكم تجربوهم. بالنسبة لهاد لا كريم باتيسير حاولوا تزيدوا فيها شوية ديال السكر باش هكا كتجيكم حلوة، لأن العجينة في الأول كنا درنا فيها غير معلقة ديال السكر. صافي من بعد ما عمرتها بديك لا كريم درت ليها من الفوق الزبيب، أنا هو اللي كان متوفر عندي. إلا كان عندكم لي بيبي دو شوكولا كديروهم. شوفوا يا البنات حوايجي كيولّاو مع لابسة تريكو كحل، إيوا ما نقولش لكم مع داك الدقيق وسخت حالتي كاملة، غير سمحوا لي على هاد الصورة وصافي. المهم راكم عارفين فاش كتدخلوا الكوزينة صافي كتوليو في الحرب في القتال. إيوا ما عليناش البنات. المهم هنايا راه الباكيت ديالي اللي معمرين بالحشوة اللي هي مالحة كيطيبوا، وفي هاد الأثناء هادي أنا كنقطع معكم الشناك كيما شفتوا معايا، قطعتهم بالخيط. إلا كان عندكم شي موس ماضي تقدروا تقطعوهم بالموس، ولكن من الأفضل أنكم ديروا الخيط، يعني كديروا الخيط من التحت وكديروا على شكل عقدة وراه كتقطع لكم بكل سهولة. هنا حتى هي مباشرة درتها في صفيحة ديال الفرن اللي مفرشة لها البابي كويسون. من بعد ما حطيتهم ضغطت عليهم من الفوق واحد شوية باش ما يجيونيش غلاضين عاوتاني بزاف، لأن فيهم الخميرة باقيين غادي يتنفخوا واحد شوية، ودهنتهم من الفوق بداك البيض اللي كان شاط ليا من لي باغيت، وحتى هما غادي نطيبهم بنفس الطريقة اللي طيبت لي باغيت اللي هما مالحين. هنا غادي ندوز معكم لواحد الكراطان اللي ساهل ماهل البنات وكيتقام اقتصادي بدون لحوم بلا طون بلا حتى شي حاجة، أكيد غادي يعجبكم. هنا خديت واحد 2 ديال لي كاسرول اللي درت فيهم الماء وغادي نسلق فيهم الشوفلوغ وغادي نسلق فيهم البطاطا. هنا عندي تقريبا حيت أنا عندي ديك الشوفلوغ كبيرة قسمتها على 2، يعني درت النص ديالها وقطعته على شكل طريفات. هاد الماء البنات أنا كنسمو بالنسبة للماء اللي غادي ندير فيه الشوفلوغ درت فيه 2 ديال دروس ديال الثومة، ودرت فيه وراق ديال الرند أولا وراق سيدنا موسى وشوية ديال الملحة. وبالنسبة للماء اللي غادي نسلق فيه البطاطا درت فيه غير شوية ديال الملحة. الشوفلوغ باش ما يطيبش لينا هكا باسل نسمتو بدوك المنسمات باش كيجينا المذاق ديالو لذيذ. صافي غادي نخليهم كيتسلقوا. راكم عارفين أن هاد المكونات ما كياخدوش وقت الكتير، لا بطاطا لا الشوفلوغ دغيا دغيا كيتسلقوا. هنا من بعد ما سلقتهم صفيتهم أكيد خليتهم بردوا واحد شوية ودرتهم في المول ديال اللي كنطيبوا فيه هكا الكغاتان، دهنته بشوية ديال الزبدة وصافي درت فيه داك الشوفلوغ والبطاطا. هنا بالنسبة لهاد لاباغاي هادي درت فيها 2 ديال البيضات. بالنسبة للعطرية اللي غادي ندير شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، شوية ديال البابريكا، وهنا كنسم دائمًا بالثوم بودغ وبالبصلة بودغ. صافي غادي نزيد تقريبًا واحد ربع كاس ديال الحليب ومعلقة ديال المعدنوس. في هاد المرحلة هادي تقدروا ديروا لا كريم فريش يعني تعوضوها بالحليب، وتقدروا تزيدوا الفرomاج اللي كيكون محكوك. أنا الفرomاج غادي نديرو من الفوق ما درتوش هكا من الداخل. بالنسبة ليا أنا غادي نكتفي فيها بحال هكا، يعني غادي نزيد الفرomاج من الفوق وغادي ندخلها طيب ليا أولا تغراتينا غير داك الفرomاج لأن كلشي طايب. نتوما هنا بغيتو تزيدوا فيه ديروا فيه هكا شي إضافة، تقدروا ديروا الفلفلة كتشحروها مع البصلة وكديروا معاها شوية ديال الكفتة وكتديروها من الفوق، أولا ديروا الطون تاخدوا الطون هكا وتسرحوا وديروه شوية من الفوق وعاد كديروا من فوقها الفرomاج، أولا تقطعوا لا دام طريفات صغار وتشحروه حتى هو مع شوية د البصلة
وديروه من الفوق. أنا ما بغيت ندير فيها لا لحوم لا حتى شي حاجة، صافي هاديك الكغاتان كندخلوه للفران حتى كيتحمر. وهنا البنات غادي ندوز نوجد معاكم واحد الكاك اللي كيجي غزال رائع البنات. بما أن دابا تبارك الله الفخيز راه موجود، نتمنى أنكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. هنا احتاجيت جوج ديال البيضات، قبيصة ديال الملحة، ساشي ديال الفاني، كاس لاروب ديال السكر سنيدة. طربت المكونات، احتاجيت غير الفوي أولا الطراب اليدوي بلا ما ديروا للباتور. من بعد درت نص كاس ديال الزيت، ما تفوتوش نص كاس، ودرت كاس ديال الحليب. ممكن تعوضوا الحليب بالياغورت يعني بالنكهه ديال الفاني، اولا الياغورت اللي كيكون طبيعي. صافي هنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي كنضيف ليه الدقيق. غادي نزيد معاهم جوج اكياس ديال الخميره الكيميائيه اولا البيكين باودر. اكيد كنغربلوا المكونات كامله. وهنا غادي نضيف معاهم ساشي ديال الكاكاو اللي كيكون مر. الا ما كانش عندكم ساشي كتعوضوه بمعلقه ديال الكاكاو اللي تيكون مر، حتى هو كتحاولوا أنكم تغربلوه. صافي كنخلّط الكيك الخليط ديالي هنا راه باقي ما ولا كيك، باقي غير خليط. هنا كيكون القوام ديالو بحال هكا، يعني حاولوا ما تخليوهش يكون ثقيل، كيكون خفيف. خديت هاد المول هذا اللي كنسميوه المول العجيب، دهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق ودخلت الكيك ديالي يطيب. بالنسبة للكريمة اللي غادي ندير وسط هاد الكيك هذا، عندي كاس ديال الحليب، زدت عليه جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير عندي أنا بالنكهة ديال الشوكولاتة. إلا ما كانش عندكم لا كريم باتيسير بالنكهة الشوكولاتة كتعوضوه يا إما بلا كريم باتيسير العادي أولا بنشا الذرة أو مايزينا. ودرت معاه معلقة ديال الكاكاو باش كيعطيني داك اللون اللي كيكون هكا في النوار، يعني كيكون نوار فونسي. زدت معاه معلقة ونص ديال السكر سنيدة، أنا ما كنبغيش هكا داك الشي يكون حلو بزاف. صافي ودرت درت الكريمة ديالي كتعقاد فوق النار. هنا بالنسبة للكريمة راه كتعقاد مباشرة. جبدت الكيك ماشي دهنته قبل ما ندهنو. درت ليه سقيتو بالما، كاس ديال الما اللي خلطته مع معلقة ديال الكاكاو اللي كيكون حلو. كاس الما مع معلقة ديال الكاكاو وسقيت به الكيك ديالي. في ديك الوقيته كانت الكريمة ديالي كطيب، ماشي كطيب زعما كتغلى. اون فوا شفتها بدات كتعقاد مباشرة عمرت الكيك ديالي. يعني المرحلة اللي غتصايبوا فيها الكريمة حتى تكونوا غتحسوا بالكيك ديالكم غادي يخرج من الفران أولا حتى تخرجوه من الفران، عاد ديك الساعة صايبوا الكريمة لأنها مباشرة كتعقاد. صافي هنا بالنسبة للتزيين أنا شديت الفخيز قطعته هكا وعمرت هداك الفراغ كامل عمرته بها. وهنا بالنسبة للتحلية من بعد ما بردات غادي نزينها وغادي ندخلها للثلاجة حتى نبغي نحط هكا الطبيلة ديالي. زينتها بشوية ديال الفيوتين ودرت هكا قطع أولا شرائح ديال الحامض. وصافي كانت التحلية ديالي واجدة. بالنسبة للعصير عندي هنايا الليمون اللي هو مطحون، زدت معاه هكا الفخيز كان عندي في الفريغو أولا المجمد يعني بارد، وطحنته مع شوية ديال السكر. صافي العصير ساهل ماهل، عرفتو داك المذاق ديال الليمون مع المذاق ديال الفخيز كيتواتاو مع بعضياتهم. صافي الشكل ديالو كيجي بحال هكا كما شفتوا، يعني تيكون خاطر لان داك الفخاز ديجا كان عندي في المجمد كان بارد. كيجي زوين الصراحه. حاولوا انكم قبل ما تطحنوه ديروه في الكونجيلاتور حتى كيبرد مزيان وعاد طحنوا العصير ديالكم. بالنسبة لي باغيت اللي مالحين كيجيو على هاد الشكل هذا. شوفوا معايا المنظر ديالهم يا سلام، عرفتوا كيشهيو البنات. نتمنى انكم تجربوهم. المهم هنا بالنسبة للتقديم انا فرشت ليهم شوية ديال الخس وغادي ندير معاهم شوية ديال المطيشه اولا طوماط سوريز باش هكا كتعطيني دوك اللوينات اللي كيكونوا مبهجين، والطبيله ديالنا كتكون المنظر ديالها كيكون كيشهي. والشنيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران شوفوا المنظر ديالو يا سلام كيجي غزال. هنا من الفوق ممكن دهنوه بشويه ديال الناباج اولا كدهنوه بالكونفيتور. انا ما كانش عندي الناباج اكتفيت غير بالكونفيتور هو اللي دهنته به من الفوق. صافي بالنسبه للتزيين البنات راه تقدروا تزينوا باللوز افيلي اولا بكاوكاو افيلي اولا تخليوهم كما هكا، راه حتى هكا المنظر ديالهم كيجي زوين. إيوا صافي هنايا البنات من بعد ما حطيت الطبيلة ديالي أكيد غادي نشارك معاكم كلشي بالتفصيل. هنا بالنسبة لهادوك لي باغيت شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. كيجيو هكا هشاشين، داك الفخوماج كيكون كيتجبد غير هما خاصهم يكونوا سخان. يعني لو وجدتوهم على قبل منين تبغيو تحطوهم عاودوا سخنوهم. الا شاطوا لكم راه كيبقاو في الكونجيلاتور ما كيخسروا حتى شي حاجه. بالنسبه للشناك ديالي حتى هو شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي يا سلام. التحليه حتى هي كتجي غزاله، خصوصا الناس اللي كيبغيو هكا المذاق ديال الحامض راه كتجي زوينة البنات.
وبالنسبة للكيك ضروري حتى هو غادي نقطّعو ليكم باش تشوفوا القوام ديالو والمذاق ديالو بلا ما نعاود لكم عليه، والله العظيم نتا كتجي غزالة، لأن داك الشوكولا كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الفريز، نتمنى أنكم تجربوها. وآخر حاجة هي هاد الكغاتان هذا اللي كيجي لذيذ بزاف، نتمنى حتى هو أنكم تجربوه. المهم هنا غادي نكون وصلت معكم لنهاية ديال الفيديو. بالنسبة للحريرة ما شاركتهاش معكم، إن شاء الله كنواعدكم في فيديو آخر نشارك معكم الطريقة ديالي، واخا تبارك الله راه كلكم كتعرفوا تصايبوا الحريرة. صافي البنات، كنتمنى أنكم تشجعوني بلي لايك ديالكم، التعاليق الزوينة بحالكم. تنقول لكم بسلامة عليكم وتسناوني حتى الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة.